لو بتدور على سكن تستقر فيه هتدور على شقة تأجرها وتفرشها، هتبقى مثلا ب10,000 جنيه في الشهر، بس انت لسه هتشتري فرش بمبلغ كبير. لو انت بتدور على سكن وهتقعد فيه فترة صغيرة غالبا انت هتدور على شقة مفروشة، هتبقى أغلى تقريبا ضعف الشقة الفاضية، ومش هتشتري فرش، وكده كده الفترة مش طويلة. لو انت بتدور على سكن تقعد فيه يومين 3 يعني بتصيف مثلا، لو مسافر لمدة قصيرة أو مسافر عشان شغل يبقى أكيد هتدور على فندق. تمن الفندق في ال3 ليالي ممكن يبقى قد تمن الإيجار الشهري للشقة المفروشة، ولو فندق حلو شوية هيبقى أغلى بكتير كمان. هي الفنادق دايما غالية كده ليه؟ طبعا عشان الخدمة. انت مش هتفكر ولا في أكل ولا في شرب ولا في نظافة ولا فرش، ولو عايز حد يصحيك من النوم هيصحوك على فكرة. انت فكرت مرة بدل ما اشتري شقة وأجرها اشتري فندق وأجره؟ في فنادق كتيرة في مصر عبارة عن شركات إدارة، يعني مثلا على الكورنيش في الهيلتون في غرف موجودة ممكن تحجزها وتسكن فيها وهي بتاعت شخص تاني أساسا. على فكرة في شرم الشيخ وفي الغردقة وحتى العين السخنة في منتجعات فيهم بيبقى فيها غرف أقدر أحجزها وهي بتكون ملك لشخص تاني. الفنادق بقى بتعمل إيه؟ بدل ما يعملوا كل حاجة لوحدهم بيبيعوا الشقق أو الغرف دي، بتبقى بتاعتهم وإحنا نشغلها وبناخد نسبة من المكسب. يعني أنا ممكن فعلا أشتري فندق أو ممكن عادي على فكرة هتشتري شقة أو غرفة فندقية، وكل المشروع هيبقى تحت إدارة فندق واحد زي هيلتون مثلا، أنت تقدر تسكن فيها براحتك ما هي بتاعتك، ومن الناحية التانية الفندق ممكن يأجرها وأنت مش موجود، هو عليه الإدارة والتفاصيل كلها وأنت عليك المكسب بس. بصراحة الموضوع مربح جدا، وإحنا في الشركة عندنا مجمعين لستة بكل المشاريع الفندقية في مصر، ولو أنت عايز تشتري فندق سجل بياناتك.